له زين ابو علاء رحمه على والديك من راح ما حقق اولاد قال شيء شغال علي درس السيد الرئيس وال قال ها هاي سوينا كامل اسمع كمل ابو علي زين السيد الرئيس ما تزعلني قال لا والله هم قالوا بس ابو علاء يعرف سره تعالوا معنا جيبوه جيبوا معنا والله صدام قلت له سيدي قال انت تعرف وسر حسين يمك احكي قلت له والله انا حاير بابنه بالمستشفى قال لي ابنك بالمستشفى قلت له والله علاء بالمستشفى وما ادري ابد هاي تفاصيل صدام مو كان يضربون خاشوق يقول يوم من الايام انا كنت عند الفرح اجت الطيارات نزلت قلت له قال انا اول ما نزلت سويت يقول ما وعيت سويت هو ياهو اللي يسوي قال عدنان خير الله وهو يقول هم ابو علي وقال هم ابو علي بعده زعلان وين صار؟ ثاني يوم الصبح سألت ليش نبعته؟ قلت لازم لك نجرة حمراء هي سودة وصابغ الاساس خطينا بشقيقه بس انا بعد ببالي الضحك يعني قلت له ابو علي رحمه على والدي كتبت بلمن الخاص ويا حسين كامل يقندره ما حصلته قال والله روح حسين الدياله فلا واحد ما اعطيته ها عيني ها ولعلمك اسد وين يداوم هو حسب اخر الاخبار بالاسعاف بالله بالرماد عندك خبره؟ ايه اي يابا وين لقيته؟ هذا كنا هنا طلع الفراس هو بالفراس؟ تمام لا بس الفراس ما وصل لوزير الدفاع ولا حسين كامل هذا قلنا لك ابو فراس وصل علوي ما ادري شنو لا هذا كله حسين ابو فراس انطوه شده اوراق شغال وطنيه وطنيه العميد هو يطلع 15 من ده قال على بكره حتى فلوس من الصور كانوا يسجلوا لك الحكي مالك حاجانا ابو داري قال يابا مو موبايل توثيق هذا قلت هذا ما يدري هذا حاكينا على غير سالفه والله البارحه من اكبس الايام بعمري فين؟ قال لك قلت ترواح ايش بيك؟ شو تسوي يعني؟